السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فيديو النهارده، فيديو جميل جدا شغل منصات التواصل الاجتماعي. يا جماعة في الكام ساعة اللي فاتوا دول المغرب بلد مش هينة. المغرب عندها تراث، عندها أغاني جميلة، عندها موسيقى متنوعة، عندها حاجات كتير يا جماعة. حتى الكلمات المغربية بدأت الناس إن هي تستعار الكلمات ديت، أو بمعنى أصح أو المعنى الدارج نقول تسرقها. بس كل العالمين بقى، ده مش على المغرب يا عم الحاج. هنشوف دلوقتي بالصوت والصورة مع بعض ردة فعل الناس على الحاجات الجميلة اللي بتطلع من المغرب، والناس بتيجي تنسبها ليهم. يا جماعة تعالوا مع بعض نشاهد الفيديو ده عشان لنا ردة فعل قوية جوه الفيديو آخر الفيديو بإذن الله. تخيل معايا عزيزي المشاهد ان اغنية جيلان المغربية لعندي الان مكتسحة الكل، ولعندي الان عاملة ضجة في العالم كله، ولعندي الان الجميع بيتكلم عليها، ولعندي الان الجزائريين طالعين يبكوا ويقولوا ان الاغنية دي اصلا مسروقة من الجزائر. وكلام غريب وعجيب بنسمعه من الجزائريين، يعني بتوع السوشيال ميديا الجزائريين كلهم بينزلوا على صفحاتهم الرسمية على السوشيال ميديا طالعين يقولوا الأغنية بتاعت جيلان دي سرقاها، دي أغنية جزائرية، إلحان جزائري ومش عارف إيه جزائري، وكلام غريب وعجيب. وده يدل على إيه يا عم أمير؟ يدل على إنه الأغنية نجحت ووصلت لناس كتير جدا. الكرام أعزائي الكرام، أغنية مغربية راهي ترند حاليا في السوسيو. الفنانة المغربية جيلان عملت أغنية اسمها هاوليدي. على بلادي والدية نجمة في سما مرايا مغربية. هذه الأغنية رجعت ترند في المغرب بسبب أنها غنت على الصحراء المغربية. هي في خطر ليها تكليبوا علينا كيا، وراها ديالنا الصحراء مغربية، راه ديالنا الصحراء مغربية بالطومبو. سير الله يسهلك جيلان، سير الله. عرفتي درتي لي شعلتي لي العافيه في واحد الهوك كده تزعلوا كوكب لالا مننا. الأغنية ديال جيلان أغنية جميلة جدا اللي شاركت فيها كاع داك التراث المغربي، التبوريضه، القفطان، الجليج، جمعت كلشي حبوت بن في 3 دقائق وقراتكم التراث على أصوله وشمت ولمت وجمعت كلشي أغنية واحدة. باش كتسمعها كتحس بتا مغربيت وكتفتخر بهذيك الاغنيه. هاوليدي ترند في كثير من الدول العربية، وده شيء جميل جدا. المهم أنه الأغنية الحمد لله راه دارت ضجة الحمد لله ونجحت. من بعد الضجة الكبيرة والبوز اللي دارتها الأغنية ديال جيلان، خرجوا لنا أبناء جمهورية العالم الآخر اللي كسيدي لا ديالنا كما العادة وديالنا وتراثنا ونفس العبثيات. خرجوا تيقول لك بأنها سرقت هذه الأغنية من إحدى الفنانات من جمهورية العالم الآخر. ازاي بس؟ ما أنا هقول لك ازاي. نداء إلى وزارة الفنون والثقافة الجزائرية، راه كاينه واحدة المروكية راه دات أغنية من التراث الجزائري، خونت أغنية الجزائر أو وحدة جزائرية اللي هي وليدي يا وليدي. حوسوا على الأغنية لقينا باللي تاع حسنة البشارية. أغنية هذه تاع حسناء البشارية، أغنية جزائرية داتها وبدلت لها كلمات. وعلاه تروحوا تقولوا أغنية مغربية؟ ما تحشموش نتوما تقعدوا يتخونوا، ما عندكمش وجه هذا اللي تقابلوا به. دابا هما قال لك اسيدي هذه الاغنيه هذه ديال جيلان اللحن ديالها لحن كرغولي جزائري، وجيلان سرقتها والتراث والويل الكحال، هما راه ما عندش ضمهم لا هويه لا تراث. ولكن فضيحتهم فضيحة معانا. فاش قالوا ديالنا شوهوا راسهم بحال ديما، كي يخرجوا وكيندموا علاش خرجوا. الله المغاربه الارشيف، المغاربه وياك تحداو شي لعيبه، حنا راه عندنا الارشيف. واحد اللقاء صحفي مع هاد البشاريه هذه حسنه، استضافوا هاد السيده اللي كيقولوا سرقت ليها الاغنيه ديالها، سولوها منين كتاخذي الاغاني ديالك. بلسانها كتعترف بانها كتعتمد في الغناء ديالها على المشاهب وجيل جلاله وناس الغيوان. في العرس كنتي تلعبي اغنيه تاع المشاهب، شويه ديوان، شويه حسني. جلاله حسني مشاهب، عاودي مشاهب. قالت لهم من عند المشاهب اللي اصلا هاد الاغنيه تغنات في 1974. شوفي انت شحال 1974 البشارية حتى 2001. شنو بغيتو كتر؟ يعني المقطوعة أو المعزوفة في الأصل، وهاد كلمات وليدي ها وليدي هي أصلا المجموعة المشاهب. أقسم بالله غير أغنية الجزائر، كيحلف بالله هذيك كيحلف عليها كيقول بأنها ديالها، هي كتقول بأنها راه ديال المشاهب، هي كتقول هي كتعترف بأنها ماشي ديالها. كتحطوا راسكم في مواقف بايخة. ثم قال ماذا؟
غنية هذه تاع حسناء البشارية، غنية جزائرية. ودابا هادو عندهم دخلت عليك بالله شي وجع على شي حشمه ولا ما عندهمش؟ تخيل معايا يا اخي الجزائري. فجينا بعدا نشوفوا هاد حسناء البشارية لقيناها مغربية. باك وين زاد؟ زاد في المغرب. زاد في المغرب، وين في المغرب؟ في أرفود. باها من أرفود، مغربي صحراوي. راه من اب مغربي يعني مغربيه. هات المغنيه ديالنا. انت ما قلت الاغنيه جزائريه، طلعت المغنيه مغربيه. بقيتو طيروا كتفرشوا راسكم براسكم. يعني هاد حسناء البشارية اللي هي مغربية خدات الأغنية من عند المشاب. هؤلاء مساكين كل ما يشوفوا حاجة عند حد بتاعتنا. ما ضلعتكمش شغل تقبيل. ولكن الجزائري انا ما فهمتش الدماغ ديالو. هذا حيتي ليه مخ، ياك حيتي ليه مخ وحطيتي ليه شفنجه تما. فراهما اي حاجه بطبيعه الحال ناجحه، اي حاجه بطبيعه الحال فيها المغرب ونجحات ديالهم او عندهم فيها النص. اي حاجه مغربيه كتبغيو تسرقوها يا جدك. راه تصور معايا حتى من الاغنيه ديال بنت بلادي سلبوني عينيك قال لك ديالهم. شابة ومزيانة قرية وفنانة شابة وين اكتشفت هذه الاغنيه؟ لا هذه ماهيش اغنيه من التراث. اذا من راجل عبيد قصدي وقتهم اللي سجلتها مع امين دهان. وعارف انه عبيد. هذه في 2012 ديالنا قال لك غنيناها في 2012. ثم قال ماذا؟ كذلك الاغنيه ديال نعمان الحلو يا شفشاون يا النواره. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ يعني انا مش فاهم الصراحه. يعني اي حاجه في المغرب يقولوا لك دي مسروقه من الجزائر، ويطلعوا الجزائريين يقولوا دي مسروقه مننا ومش عارف ايه، وكلام كده كله هبل وكله عبط وكله كده غريب وعجيب. يا جماعه انتوا مش عايزين تعترفوا ان المغرب حاجه تانية ليه؟ مش عايزين تعترفوا ان المغرب سابقكم بمراحل السنين ليه؟ مش عايزين تعترفوا ان الصحراء مغربيه ليه؟ كل الدول النهارده بتعترف، كل الدول النهارده بتعترف ان الصحراء مغربيه، وان محدش يقدر يغير الواقع. خلي حد كده من اللي بيتكلم ليل نهار واللي بيقعد يقول لك الصحراء ليست مغربيه ومش عارف ايه، واللي بيقعد يتنطط ليل نهار على السوشيال ميديا، خليه كده يقرب كده او يحاول كده او بلده تقرب كده من الصحراء المغربيه. ما يقدرش. هو عارف ومقتنع جدا جدا ان الصحراء مغربيه، ولكن انتوا عارفين بقى الحقد والغل والسواد والكراهيه، انتوا عارفين. يعني انا مش هقول لكم، انتوا عارفين الحقد وصل لمرحله صعبه جدا جدا عند اخواتنا الجزائريين تجاه المغرب. المغرب بلد عالميه وبلد اسطوريه وبلد العالم كله بيعشقها. كده يا جماعه كل الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. شفنا مع بعض حلقه كويسه وحلقه مميزه جدا. مملكه المغرب ما شاء الله عليهم، عندهم فن زاخم، فن عظيم، سواء اذا كانت موسيقى، سواء كلمات، سواء اغاني، سواء شعر، ابيات، كل ده المغرب يعني عظيمه جدا جدا. طيب يجي الناس تسرق الحاجات بتاعتهم ديت، وتيجي الناس ان هي ايه تنسب الحاجات دي ليهم. نقول لهم لا، التاريخ يا جماعه ما بيكتبش التاريخ، ما بيتصورش الحاجات ديت. معروفه ان هي تبع المغرب، هتطلع انت مين؟ سواء اذا كنت الكلام ده في العلن، او انا بقوله بالعلن، حتى لو كان حبي لمصر نفسها، يعني بلد مصر، ولا حد مصري اخذ حاجه من المغرب ونسبها لي قال دي بتاعتي، سواء كلمات او لحن، اقول له لا، المغرب عندها فن عظيم من زمان، كلمات رائعه في الاغاني والحاجات دي كلها. فهي دي مملكه المغرب يا جماعه. يعني انت متخيل ان هم راحوا وسجلوا من كتر ما الناس يا مسلم، من كتر ما الناس بدات تقلد المغرب في حاجات وتاخد الهويه بتاعتها. مثلا القفطان المغربي معروف في اي حته، انت بتروح تشتري عبايه مغربيه او قفطان مغربي، انت تلقائي بتقول عليها عبايه مغربيه، قفطان مغربي. ما بتقولش مثلا عبايه مصريه، عبايه ليبيه، مش عارف ايه. القفطان معروف ان هو مغربي. خلاص الناس دي بتقول لك ان احنا رايحين نسجله في موسوعه جينيس عشان يبقى بتاعنا. ما حدش يجي من الدول المجاوره يقول لك ده اصله جزائري، ده اصله مغربي، ده اصله التونسي او ليبي. لا، هو معروف ان هو مغربي بس يا جماعه. فده نقيس المثال ده بقى ايه على الكل،
على كل الفنون وعلى كل اي حاجه، حتى الاكلات والمطبخ المغربي معروف والطاجن المغربي معروف، الكلام ده كله يا جماعه. مملكه المغرب ربنا يحرسها يا رب ويكرم اهلها ان شاء الله يا رب. هنتقابل في فيديوهات تانية كتير تعجبكم يا جماعه. ما تنسوناش من الدعم بتاعكم، من اللايك، من الاشتراك، من الكومنتات. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم ايه، سلام.